لقبك على كيفه، كمان بيسرق منك حتى لقبك. فمعلش يعني يقول لك فراعنة الشام، فراعنة الأمازيغ، الفراعنة جم من شبه الجزيرة العربية، الفراعنة أصلهم سود. يعني اللي هو صباح الفل، يعني حتى اللقب الكلمة لا لا، الكلام ده كله غير صح، وكوش طمعان والكلام ده فيها. لا فراعنة غير ما صح. عندناش فراعنة. عندنا ده مصريين لفظ قدماء صح. ديني ذكر في التوراة وذكر في القرآن، ملناش علاقة بالكلام ده. احنا اسمنا المصريون القدماء، التاريخ بتاعنا اسمه طب المصريون اشمعنى القدماء. دلوقتي؟ لا اشمعنى دلوقتي بقى يتردد حوالين موضوع ان احنا بقينا نكره بقى كلمة فراعنة والكلام ده، مع ان كانت زي الفل بالنسبة لنا يعني. عشان ما اشمعنى؟ يقولش علينا بقى احنا ما فرعون فكرتوش في موسى النقطة دي؟ وفرعون موسى واللي مش عارف قال انا ما ايه ربكم يعني؟ الاعلى ايه والكلام يعني؟ ده. معلش يعني. لا ما ايه يعني؟ ما ايه يعني؟ يعني هم يقصدوا ايه يا يعني؟ نور ان هو المصطلح ديني، لكن هو المصطلح يعني التاريخي المصريين القدماء، هم يقصدوا كده يعني. العلمي، المصطلح بالظبط. العلمي بالظبط. صح. ماشي، انا ليا في بالشهرة يا خالد، انا ليا بالشهرة، حاجة عادي، بالشهرة. مش ليا في هتفرق يعني. بالشهرة، زي ماشي مثلا مش دلوقتي مش كنا موضوع. هنختلف. بنحاول نصلح. مفيش خلاف يا اخوانا، مفيش خلاف. طب ما معنى ها طب ما فيش ايه؟ خلاف، احنا في الاخر طب انا يعني بقول ايه؟ ايه يا استاذه انا بقول ايه زي كده. خطأ شائع بس على طول لما نقول الفراعنه يبقوا المصريين، ما فيش حاجه اسمها فراعنه تانية غير المصريين. كويس، هو خطأ شائع. زي اللاجئين، احنا مش عايزين نرحل ما هو اللاجئين، بيميزك. نرحل المخالفين، لا، عايزين ما هو نرحل الضيوف. اللقب اصلا مميزك. اللقب مميزك ماشي والله، خلاص. اللقب مميزك. ماشي. بس هو عشان التمييز، اما احنا عارفين ان هو ده المقصود بيه كذا، بس هو كتمييز لينا، حاجه مميزه لينا. اول ما تقول فراعنه على طول بيجي في ذهنك على على طول فكره كل اللي هو العلماء دلوقتي الحضاره، المعابد، الكلام ده. غيروا، العلماء والناس كله غير بقى، يقول لك انا انشنت. بصراحه بغير، انا بصراحه بغير. يا ست احنا المصريون القدماء ده ما انا فيهاش بصراحه انا حاجه. بغير على يا اللقب اخوانا مش بتاعي. هنختلف، يا اخوانا مش خلاص يعني سيبونا من الموضوع ده. مش هتفرق يعني عايز فراعنه لايف مصريين ما هو قدماء، انا مش هتفرق. بغير. بص يا استاذ شفيق، خلاص يا نور. بص يا استاذ شكوك، انا بغير هو بصراحه، الفرعون انا ده بغير خطيبك يا بصراحه نور على ولا ايه؟ حاجه بتغيري انا ايه يا نور؟ مميزه هو بيها خطيبك؟ ويجي. بالعكس، ده الفرعون مش اه تمييز يا نور، بغير صدقيني عليه. ده مش تمييز، ده الفرعون حاجة معلومة غلط. افتحي بس للدكتور زي حواس، كان عامل مقالة وكاتب على الكلام ده، وطلع على اليوتيوب واتكلم على الكلام ده، وطلع واتكلم على الناس بتوع كوش، وطلع واتكلم كمان على فيلم كليوباترا اللي كان عايز ينزل على شاشة معينة نتفليكس، واتمنع عندنا في مصر، واتمنع في الدول العربية في لتزييف صدى صوت التاريخ. عندك يا صقر، يا صقر في صدى صوت عندك. لا مفيش صدى صوت عندي. مفيش صدى يعني صوت في يا صدى باشا. صوت لا مفيش صدى صوت. عندك انت يا استاذ محمد، ممكن تنزل وتطلع تاني لو في صدى صوت. طيب تمام. فاتكلموا على حضارة كوش، وبرضه حبوا يعني يعملوا نفس القصة تاني. فهو بيحاول، ودخلوا يعني السينما دخل فيها فيلم على نتفليكس، كلفوا عليه ملايين علشان يزيف حضارتك. فحتة كوش دي والكلام الفاضي ده كله، لا دي كلها صناعات، على صناعات فكره غير صحيحة. ما بنتكلم هو في اتعمل فين يعني؟ الفيلم ده اتعمل فين يا صقر؟ اتعمل فين؟ ما هو جنبنا هنا اهو، شمال افريقيا هنا اهو. معلش مدينة ما هو ما كاملة. تعرضش، هو اتمنع من نتفليكس، في الدول العربية كان ممنوع. لا بس مقامة، انا شفت مقامة يعني الدولة المفروض اه أشكاء. انا شفت حاجه كده، في حاجه اسمها، معلش انا شفت حاجه اسمها لوحات الفيوم، مش عارف انت شفتوها ولا لا. وجوه لوحات الفيوم. وجوه اسمها ايه يا استاذ الفيوم. شقيق؟ وجوه وجوه البروتريهات. الفيوم. اه بالظبط. صوره الناس اللي مرسومه نفس المصريين بالظبط، نفس الشكل بالظبط. بالظبط الفيوم بالظبط. فيها آثار كتير قوي يا خالد أنا على لقيت فكرة. صورتي صحيح. لأن الفيوم لقيت قريبة صورتي، جدا من لقيت صورتي بس الأهرامات، طفلة. ايوه فالفيوم هتلاقوا فيها نفسكم أماكن على فكره أثرية كلنا كتير هنلاقي جدا. نفسنا موجودين فيها. صح. استاذة سندس ما اتكلمتيش، يا رب تكوني احسن من امبارح. حبايبي شكرا يا استاذ صقر، احسن من حبيبي امبارح. طيب ازيكم؟ ربنا ازيك يخليكي. استاذ منوره يا ست يا نور الكل. أستاذة منوره. سندس. ازي حبيبي، شكرا حضرتك؟ مدام عاملة فريدي، ايه؟ شكرا يا ازيك حبيبتي. حبيبتي؟ خلودي حبيبي يا اهلا وسهلا خلود، استاذ سندس، اهلا يا بيك. عسل يا منورة. سكر انت. الله يخليك، منوره، اهلا بيك. انا أستاذ شقيق، مبسوطه. العفو. أستاذ شقيق، حضرتك أنا ما حضرتلكش آخر وجهة نظر لأوروبا، أوروبا لما جت استثمرت عندنا، يعني ممكن تعرفنا حضرتك الوضع إزاي، وإيه رأي حضرتك في موضوع شبه ده؟ موضوع اوروبا، الاستثمار الاوروبي اصلا خلال كام أيوه، الاتحاد الأوروبي حضرتك. دي استثمارات ضخمه، حوالي اللي اتوقع فيها حوالي 42 مليار دولار، انما هي الاستثمارات حوالي 70 مليار يورو، مش دولار، خلي بالك يورو. كويس. ودي استثمارات معظمها في الطاقه وفي استخراج البترول وفي الطاقه المتجدده والغاز، وفي مشروعات كتير وصناعات وحاجات مختلفه يعني. واخد بالك في تقرير كامل كنت تقريبا